صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده قمت شربت القهوه بتاعتي الصبح. بعد كده دخلت على المطبخ، عملت الفطار. عملت حاجات ممكن تنفع معانا كسحور او ممكن تنفع عشاء او فطار، ناخد منها افكار يعني في رمضان وكده. اول حاجه جبت 2 بتنجان، غسلتهم كويس وبعد كده قطعتهم مكعبات. جبت فلفل، واحد حراق واحد رومي. لو انت ما بتحبيش الحراق ممكن تستغني عنه. بعد كده رحت على الطاسه، حطيت زيت وشوحت البتنجان لغايه ما استوى يعني. بعد كده قطعت بصله كبيره صغير كده برضو زي الفلفل. بعد كده شوحتهم برضو في الطاسه، في نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها البتنجان. شوحت البصله مع الفلفل، وكان معاهم فصين توم. وبعد كده جبت طماطم بشرتها على المبشرة يعني. ممكن تضربيها في الخلاط عادي. هي شكل المسقعة كده، بس على يعني ايه، مش مسقعة قوي يعني، ممكن تقدري تقولي عليها مسقعة لكن هي مش مسقعة، بس حاجة طعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا ضفت ملح وفلفل اسود وكزبرة. بعد كده حمرت بطاطس صوابع، وجبت بيض كده زي ما تحبي عدد البيض عندك. يعني ممكن انا حطيت 3. ضربتهم كده وحطيت فلفل اسود وملح على البطاطس، وبعد كده حطيت الجبنه الموتزاريلا. وبعدين لو عندك بقى زيتون او مكعبات فلفل، انا حطيت فلفل الوان وطماطم، ما كانش عندي زيتون فاكتفيت بدول. بعد كده هديت النار جدا وبعدين غطيتها عشان البيض يستوي عندي. الاصناف دي زي ما قلت لكم ممكن نستخدمها في سحور رمضان، ممكن تاخدوا منها افكار يعني وتعملوها في سحور رمضان. وده كان الفطار بتاعي. وعملت بطاطس وجبنه قطعت عليها فلفل وطماطم، وفطرنا الحمد لله. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ علشان اجهز الغدا. طبعا بعد ما قعدت برضو شويه يعني استريحت وكده، دخلت بقى على المطبخ اعمل الغدا. هعمل النهارده محشي. الجو كان برضو برد، بعد ما قلنا ان خلاص الجو بقى حر لكن لقيته برد فقلت اعمل محشي. اول حاجه قطعت بصل كتير، وبعدين قطعت البقدونس والشبت والكزبره. بعدين حطيت زيت في الحله وحطيت البصل بتاعي و3 فصوص توم. وحمرت البصل قوي لان الطماطم عندي ما كانتش حمرا قوي، وانا ما بحبش اضيف صلصه دايما اللي هي الصلصه الجاهزه. بعد كده كنت غاسله الرز بتاعي ونشفته في مصفى، وبعدين حطيت عليه الصلصه، وبعد كده حطيت الشبت والكزبره والبقدونس، وبعدين قلبتهم كويس. حطيتهم في طبق كبير عشان ياخد الكميه يعني. بعد كده بنزل بقى بالبهارات بتاعتي زي ما تحبي. في ناس بتحب بتكتفي بالملح والفلفل الاسود والكزبره الناشفه، في ناس بتضيف بقى شطه وبابريكا، انا ضفت شطه وبابريكا. ممكن لو بتحبي النعناع الناشف تحطي. وبعد كده قلبتهم كويس. وبعد كده سلقت الورق بتاعي. انا كان عندي كرنب سلقته يعني. وبعد كده لفيتها بقى مع نفسي كده، فانا ما جبتهاش علشان الفيديو ما يطولش معايا. كنت انا سلقت اللحمه واخدت الشوربه بتاعتها وحطيتها على المحشي. وبعد كده حطيته على البوتاجاز استوى. وكنت بقى في الوقت ده وهو بيستوي حمرت اللحمه وعملت سلطه. الجو في اليوم ده كان برد وهوا جدا. بعد ما خلاص قلنا الصيف خلاص جه يعني. فلقيت الجو برد. لما بيكون برد بحب اعمل محشي يعني بيدفي وكده. بعد كده بقى جهزت الاكل. في الوقت ده انا غبت شويه عشان كنت بشوف المحشي على البوتاجاز يعني، بشوفه استوى ولا لا، وكنت بفتح واحده يعني وبدوقها.
فهو كان استوى. وبعد كده قلبته على الصينيه. انا طبعا لما بنكون في البيت كده يعني بناكل مع بعض، بقوم قلبها على الصينيه على طول، مش لازم بقى اقعد ارص على اطباق وكده، فبستسهل الموضوع يعني، وبيكون شكله حلو برضو. والحمد لله المحشي كان استوى وكان حلو جدا وعجبهم الحمد لله، والف هنا على اللي اكل يعني. بعد كده حاولت بقى احسسهم بقى بجو رمضان وكده، وقلت احسس نفسي يعني بجو رمضان، فقلت اعمل كنافه. بحب اعملها جدا بالمهلبيه. اول حاجه جبت شويه حليب، حطيت 3 معالق نشا. دايما الحلو بتاع الكنافه او المهلبيه يعني بتاع الكنافه ما بتكونش جامده، او بتبقى سايله حبتين عن الطبيعي يعني. جبت كيلو حليب، حطيته على البوتاجاز يغلي، وحطيت فيه معلقتين سكر، ولما غلى على النار حطيت النشا اللي انا دوبتها في اللبن، وفضلت بقى اقلب لغايه ما ربطت معايا بالسمك اللي انا عايزاه. ممكن تضيفي معلقه فانيليا صغيره، بتخلي الطعم حلو جدا. بس انا هنا حطيت الفانيليا على المحلول او السرب بتاعي او الشربات يعني. حطيت عليه ليمونه، نص ليمونه ومعلقه فانيليا، وطبعا كوبايه ميه وكوبايه ونص سكر، وبسيبه يغلي على النار. بعد كده الكنافه بكون حطاها في الفريزر شويه علشان تتفتت معايا وتبقى حلوه. في ناس بتضربها في الخلاط، بس انا ما بفضلش الطريقه دي. بعد كده فتتها بايديا يعني، وبعدين جبت السمنه بتاعتي سيحتها على النار، وفضلت بقى اقلب فيها. كل ما تكتري السمنه على فكره بتبقى طعمها احلى وبتبقى حلوه يعني، بتطلع مظبوطه جدا. بعد كده كانت المج يعني ما استكفتش بيه، فجبت كمان شويه يعني. هي اخدت معايا حوالي المج ده المعيار ده ونص كمان. وبعدين حطيت معلقتين سكر برضو، وفضلت اقلب كويس. طبعا شايفيني كل شويه بزود سمنه يعني، علشان كل ما بتكتري السمنه بتبقى احلى، بتبقى طعمها حلو يعني. بعد كده جبت الصينيه اللي انا هحط فيها الكنافه، حطيت نص المعيار وضغطت، بدأت اضغط بقى. ممكن تضغطي بكوبايه، ممكن تضغطي بايديكي، بس كل ما تضغطي بتمسك في بعض وبتبقى حلوه وبتعرفي تقلبيها. فانا جبت الهراسه بتاعه البطاطس او الفول وضغطت بيها. كنت هنا برضو بزود سمنه يعني. بعدين حطيت شويه زبيب برضو عشان يعززوا الطعم يعني. وبعد كده قعدت اضغط بقى بالهراسه لغايه ما اتضغطت معايا جامد. لو عندك صينيه اصغر من الصينيه دي ممكن تدخليها جوه الصينيه دي وتضغطي بيها. بعد كده بقى جبت المهلبيه ونزلت بيها على الكنافه. بحاول احط في النص بس ما احطش في طرف الصينيه عشان ما تتحرقش عندي. وبعدين حطيت بقيه الكميه وضغطت برضو بالهراسه، بس ضغطت بالراحه علشان المهلبيه ما تطلعش. وحطيتها في الفرن نص ساعه على درجه حراره 180. ولما طلعت سخنه كده شربتها، الشربات بتاعها بيكون بارد. وبعد كده قطعتها. يا رب الفيديو يعجبكم، وسلام.